ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ تخيل معايا كده ان سبايدر مان كان هو السبب في وجود واحده من اكتر واشهر الاشرار المرعبين في تاريخ مارفل، الا وهو فينوم. القصه مش بس ان فينوم عباره عن شرير عشوائي كده وخلاص، لا ده الموضوع بدأ بسبب قرار غريب من شركه مارفل. في فيديو النهارده هنتكلم عن ازاي الشركه جات لها فكره فينوم ده، وكمان هنحكي ازاي اختاروا ايدي بروك انه يمثل الدور. القصه بدأت سنه 1984 لما مارفل قررت تعمل حدث كبير اسمه سيكريت وورز، وفي الكوميك ده قرروا انه يغيروا شكل لبس سبايدر مان، وبدل ما تكون البدله لونها ازرق واحمر زي ما احنا متعودين قرروا يخلوها لونها اسود. وفعلا لما عملوا الفكره دي عجبت الناس كلها وقرروا ان هم يثبتوا على الشكل ده، ولكن الجمهور بعد كام عدد زهقوا وقالوا لا رجعوا لنا سبايدر مان الاولاني. ولكن لان دي شركه مارفل وما ينفعش تسيب فكره كده من غير ما تستغلها وتطلع منها بيزنس، وقالت طب ليه نلغي فكره البدله السوداء طالما عجبت الناس، لا احنا نعمل منها شرير خارق. ومن هنا ظهر مصطلح السيمبيوت، واللي بيكون عباره عن كائن فضائي كده طفيلي بيلزق في اي شخص يمسكه. ومارفل طبعا قالت طالما ده فضائي بيلزق في شخص لازم الشخص ده بيكون بيكره سبايدر مان، ومن هنا بيعملوا شخصيه ايدي بروك، واللي بيكون عباره عن صحفي فاشل شغال مع نفس الجريده اللي شغال فيها بيتر باركر، واللي كان بيكره اي حاجه متعلقه ببيتر باركر وسبايدر مان، لانه في مره من المرات بينزل صوره متفبركه كده لسبايدر مان وبيتر بيفضحه، فبالتالي بيترفد من شغله بسبب بيتر وسبايدر مان. علشان بعدها ايدي قابل السيمبيوت اللي اسمه فينوم واتحدوا مع بعض ضد سبايدر مان. ولكن لحظه، ليه اصلا فينوم بيكره بيتر باركر او سبايدر مان؟ لانه باختصار السيمبيوت لما بيجي يمسك في حد او ياخد مكانه يعني بيأثر على جسمه وبيموته، ولكن بيتر باركر كان جسمه هو الوحيد اللي قادر يستحمل قوة السيمبيوت. ولكن بيتر لما بيلاقي نفسه انه اتحول لوحش بسببه بيطلعه من جسمه، وده السبب اللي خلى فينوم يكره بيتر باركر للدرجة دي. وفعلا الشخصية دي بتعجب ناس كتير وبتفضل مسيطرة على الكوميكس فترة، وطبعا بسبب شهرتها الكبيرة في عالم الكوميكس مارفل كانت عاوزة تستفيد منها في عالم السينما، علشان فعلا يكون اول ظهور لشخصية فينوم في سنة 2007 في سبايدر مان 3، واللي كان بيمثلها ساعتها ممثل اسمه توفر جريس. ولكن بسبب ان الممثل ده رفيع وشكله ما وحش بالشر قوي علشان كده الناس ما عجبهمش، وفضلت شخصية فينوم غايبة عن السينما فترة لحد سنة 2018 علشان مارفل تنزل لنا في فيلم فينوم واللي عجب الناس كلها، واللي كان من بطولة الممثل توم هاردي، واللي تقريبا هو كان السبب في ان الفيلم ده يتشهر ويتعرف، وده بسبب اداء توم هاردي في الفيلم ده واللي كان لايق فعلا على فينوم. علشان بعد نجاح الجزء الاول مارفل تقرر تعمل منه جزئين كمان، وعلى الرغم من اننا كلنا حبينا نسخة توم هاردي في فينوم لكن مش هو اللي كان هيجي في الاول، لان الدور اتعرض على 3 ممثلين قبل توم هاردي واترفض. واول ممثل اتعرض عليه الدور ورفضه هو رايان جوسلينج، ولو ما تعرفش مين هو رايان جوسلينج فده الممثل اللي مثل فيلم لالا لاند، ومارفل كانت بتفكر تجيبه في الدور ساعتها لانهم كانوا شايفين ان عنده قاعدة جماهيرية كبيرة هتقدر تجيب ناس للفيلم، ولكنهم والحمد لله تراجعوا في الموضوع ده في اخر الوقت، لانه ممثل يعني بالعقل كده 3/4 افلامه رومانسي وكوميدي هتجيبه يهبب بيه في فينوم. ده غير ان انا شخصيا يعني ما بحبش الممثل ده لاني بحسه ملزق قوي كده، ده غير ان انا بحسه ان وشه طويل قوي، يعني مش عارف ايه كل الوش ده غير نظرته المستفزه اللي هي المفروض بيغري بيها البنات، يعني دي ايه الخرا ده يا اسطى. والاسم اللي بعد كده واللي اتعرض عليه الفيلم ورفضه برضه اللي هو مات ديمون، او زي ما بحب اسميه شبيه ليوناردو دي كابرو. وانا عارف ان ده ممثل كبير ومعروف ولما كبروا بقى في اختلاف ما بينهم، لكن وهو صغير كنت بحس ان هو شبهه. المهم مات ديمون رفض الدور ده لانه شايف ان موضوع السوبر هيروز ده يعني مش حلو، والموضوع انه ما رفضش ان هو يعمل دور فينوم بالذات، لا هو رفض موضوع السوبر هيرو كله، الموضوع كله مش داخل دماغه، مع اني شايف انه لو قبل بالدور كان هيطلع جامد الصراحه لانه بيعرف يعمل الادوار دي. وتالت واحد اتعرض عليه الدور واللي هو جوش برلين، ولو ما تعرفش مين هو الممثل ده فده الممثل اللي مثل شخصيه سانوس، ومارفل كانت عاوزاه يمثل الدور ده لانها كانت شايفه انه عنده خبره في موضوع انه يعمل شرير خارق، ده غير انه اشتغل مع شركه مارفل اكتر من مره فعارف ازاي يشتغل معاهم. ولكنه رفض الدور لانه كان عاوز يمثل في فيلم ديدبول اللي هو الجزء الثاني شخصيه كيبل، واللي فعلا عمل الدور ده ونجح فيه جدا. ونيجي بقى الرابع واحد اتعرض عليه الدور واللي هو توم هاردي، واللي كان عندهم كذا سبب لاختيار الممثل ده. اول سبب هو ان فينوم مش مجرد وحش شرير وخلاص، لا شخصيه ايدي بروك هو انسان محطم ومضغوط وعنده مشاكل نفسيه كتير، معقد. ولو جينا الناحيه التانية بصينا لتاريخ توم هاردي في الافلام هتلاقيه عمل الادوار زي دي كتير، زي مثلا دوره في ماد ماكس او دوره في داركست نايت لما عمل دور بين. فحرفيا الراجل ده خبره في ازاي يعمل بني ادم ما عندوش اي حاجه يخسرها. تاني حاجه ان فينوم شرير محتاج ان الممثل بتاعه يطلع التعبيرات الجسديه حلو، واقصد هنا بالتعبير الجسدي ان هو بيحاول يبين انه بيتعذب
وبيحاول يصارع حاجه جواه. وتوم هاردي مشهور ان هو بيعرف يعمل حاجات زي دي يعني. تالت سبب هو ان الجمهور بيحبه حتى لو كان شرير، وسوني كانت وقتها عايزه ممثل عنده قاعده جماهيريه كبيره علشان الناس تقدر تحبه حتى لو هو عامل دور شرير، والنموذج ده كان توم هاردي. وده لاحظناه كلنا في الفيلم لان الناس كلها كانت بتتعاطف معاه وبتشجعه حتى وهو شرير. رابع حاجه واللي هو تقريبا اهم سبب واللي هو الاداء الصوتي. وانت هتتفاجئ من الموضوع ده، بس عارف ان توم هاردي بنفسه هو اللي كان بيدبلج صوت فينوم؟ ايوه، الصوت الغليظ اللي احنا بنسمعه في الافلام بتاع اي ام فينوم ده هو توم هاردي اللي عامله. كان حرفيا توم هاردي اثناء التصوير بيبدل ما بين صوت فينوم وصوته، وده حرفيا واحد من الممثلين القليلين اللي بيعرفوا يعملوا كده في السينما زي مثلا جيم كاري. الخلاصه يعني هو ان السبايدر مان لو ما كانش لابس البدله السوداء ما كانش هيبقى في حاجه اسمها فينوم اصلا. ومن وجهه نظري ان شخصيه فينوم واحده من الشخصيات القليلين جدا اللي مارفل ما رمتهاش في الزباله، بل بالعكس اهتموا بيها وحاولوا يطوروها، بل عملوا لها قصه منفرده كمان. ولولا ان شخصيه فينوم فعلا شخصيه كويسه كان زماننا شايفينها جزء من اجزاء سبايدر مان بس. وبس هو ده الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، وفي فيديو قبل ده عن الكوميكس لو بتحبها خش شوف، وما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام، وسلام.